في الفيديو اللي فات شرحنا اوفر فيو سريع عن الريبورتس في جي 4 وبعدين دخلنا في شرح مفصل للهوم بيج زائد اول جزء في سكشن الريبورتس. لو لسه ما شفتش الفيديو هتلاقي اللينك موجود تحت في الديسكربشن. ودلوقتي بقى هندخل معاك على شرح تاني جزء في سكشن الريبورتس وهو اللايف سايكل كولكشن. قلنا في الفيديو اللي فات ان الهدف من الكولكشن ده ان يجمع لك كل ما يخص رحله اليوزر عندك على الويب سايت او الاب من بدايه اكتسابك ليه لحد ما يرجع لك تاني. قلنا كمان ان انواع الريبورتس الموجوده هنا متقسمه كستيج، يعني كل نوع ريبورت عباره عن مرحله بيعدي عليها اليوزر وبعد ما بيخلصها بيتنقل على المرحله اللي بعدها في نوع ريبورت تاني وهكذا لحد ما توصل له مرحله انه يرجع لك تاني على السايت او الاب، ودي اخر مرحله وموجوده في اخر نوع ريبورت وهو الريتنشن. دلوقتي بقى هنروح على كل نوع ريبورت لكل مرحله ونفهم مع بعض الهدف من كل نوع ريبورت موجود في المرحله دي واستخدامه، وكمان نشوف هنستفيد ازاي من الريبورتس دي على مستوى البيزنس. فيلا بينا نبدا. واول نوع ريبورتس موجود عندنا هو الاكوزيشن. النوع ده من الريبورت هتلاقي فيه الداتا الخاصه بمقدار استحواذك على اليوزر اللي داخل لك من الويب سايت او لا، ومتقسم لثلاثه ريبورتس: اوفر فيو، يوزر اكوزيشن، ترافيك اكوزيشن. وهنبدا بالاوفر فيو وهي عباره عن كاردز لعرض الداتا الخاصه بالاكوزيشن. وخليني اقول لك ان فهمك لاي اوفر فيو لاي نوع ريبورت في جي 4 انت كده بتكون فهمت 60% من الريبورت نفسه، لانك بتكون عرفت معظم الدايمنشنز والميتريكس الاساسيه في نوع الريبورت ده، وبتحتاج بقى تدخل على ريبورتس تفصيليه للداتا، وده علشان تشوف الداتا بنظره اعمق. والاوفر فيو بتاع الاكوزيشن عباره عن 6 كاردز. اول كارد عباره عن لاين تشارت بيوضح اعداد اليوزرز ونيو يوزرز، وتاني كارد عباره عن ريل تايم ريبورت بيوضح اعداد اليوزرز اللي دخلوا في اخر 30 دقيقه على كل دوله. والكارد الثالث ده عباره عن تيبل اقدر اعرف من خلاله اعداد النيو يوزرز اللي دخلوا لي لاول مره على كل تشانل جروب. والتشانل جروب هي الطريقه اللي بيدخلوا من خلالها اليوزرز على الويب سايت او الاب، سواء كان دايركت او من خلال اورجانيك سيرش او بيت سيرش مثلا. وده مفيد ليك في انك تعرف مين اكتر تشانل نجحت في انها تاكواير يوزرز جداد. وهنلاقي في الدروب داون منيو اللي هنا دايمنشنز كتيره بتتحسب عن طريق البارامترز الموجوده في اليو ار ال، سواء كنت ضايفها بشكل مانيوال في اليو تي ام او بتتبعت بشكل اوتوماتيك في حاله انك عامل انتجريشن مع اي ادز بلاتفورم زي جوجل ادز. وهنلاقي هنا دايمنشنز الفيرست يوزر سورس وميديا والفيرست يوزر سورس بلاتفورم، وده المقصود بيه البلاتفورم اللي بيدير من خلاله الاكتيفيتيز الخاصه بعمليه الشراء زي تحديد البادجت ومعايير الاستهداف وهكذا. وده ممكن يكون من خلال حاجه اسمها جوجل ماركتنج اكتيفيتيز، وهم جوجل ادز او دي في 360 واس اي 360 او اس اف ام سي. ولو اول مره تسمع الاسماء دي هتلاقي لينك ارتكل تحت في الديسكربشن بيشرحهم من الهيلب سنتر. ده كده لو السورس بلاتفورم ده اوتوماتيك. اما بقى لو السورس بلاتفورم ده مانيوالي فالمقصود هنا ان اي ترافيك بيجي لك من سورس بلاتفورم غير جوجل ماركتنج اكتيفيتيز اللي لسه قايلين، فبالتالي انت بتضيفهم بشكل مانيوال في اليو تي اف. وبعد كده دايمنشن الفيرست يوزر كامبين، وهنا الكامبين المقصود بيها هي الكامبين الموجوده في اليو تي ام اللي بيودي على الويب سايت او الاب في حاله انك عامل انتجريشن مع اي اد بلاتفورم. وتعالى نجرب ندخل عليها. هنلاقي الثلاثه سورسز الريفيرال والدايركت والاورجانيك موجودين في الكامبين، وده لان السيستم بيحط لهم ديفولت يو تي ام عشان نقدر نقرا الداتا بتاعتهم في ريبورتس. هنرجع تاني للدروب داون منيو، هنلاقي الثلاثه دايمنشنز الباقيين دول بيعتمدوا على البارامترز اللي بيبعتها جوجل ادز مع اليو ار ال بشكل اوتوماتيك، زي الفيرست يوزر جوجل ادز نتورك تايب، وده بيوضح لي الاماكن اللي اتعرض فيها الاعلان بتاعي لاول مره زي الديسبلاي نتوركس او عند السيرش بارتنرز او جوجل دوت كوم. والفيرست يوزر جوجل ادز اد جروب نيم والفيرست يوزر اد جروب اي دي. ونيجي للكارد الرابع بقى، وده بيحسب لي اعداد السيشنز اللي حصلت على كل تشانل جروب، واقدر برضو اغير الدايمنشن من هنا. والكارد الخامس برضو بيحسب اعداد السيشنز بس على مستوى الدايمنشنز الخاصه بجوجل ادز كامبين، زي السيشن جوجل ادز كيورد تكست، وهنا بيوضح ايه هي الماتش كيورد الاساسيه اللي سيرش بيها اليوزر وتسبب ان الاد بتاعي يظهر له فيعمل سيشن. وفي عندنا السيشن جوجل ادز كويري، ودي بتوضح ايه السيرش كويري اللي استخدمه اليوزر علشان يظهر له الاد بتاعي ويعمل سيشن. واخر كارد عندنا هو اللايف تايم فاليو، وهنا الكارد ده مفيهوش داتا فهنفتح البروبرتي بتاعت جوجل علشان خاطر نقرا الداتا. هنلاقي كارد اللايف تايم فاليو عباره عن لاين تشارت بيوضح متوسط العائد المادي اللي بيدخلك من اليوزر الواحد على مدار ال 120 يوم، وتقدر تعرف منه معلومات زي ان نيو يوزرز اللي بيدخلوا عندك على الويب سايت بيعملوا برشيزنج ايفنتس لحد وقت قد ايه من بعد اول مره بيدخلوا فيها عندك. معلومه زي دي ممكن تفرق معاك مثلا في حاله انك عايز تعمل نيو كامبين بتاكواير بيها نيو يوزرز وعايز تعرف ممكن تصرف لحد كام علشان تجيب اليوزر الواحد وتطلع كسبان. فلو مثلا عرفت من اللايف تايم فاليو تشارت ان اليوزر بيشتري اول مره ب $50 وبعد كده بيفضل يعمل برشيزنج ايفنتس على مدار ال 60 يوم من بعد اول مره يشتري بقيمه $1500،
فكده انت ممكن تصرف الكامبين الجديده لحد مثلا $500 على اليوزر وتطلع كسبان. والتشارت دي عباره عن داتا تراكميه، يعني اللاين المفروض يكون طالع لفوق لانه بيزيد بعدد البرشيزنج ايفنتس اللي بيحققها اليوزر الواحد. فبمجرد ما اللاين يقف ويبقى مستقيم زي هنا، ده معناه ان اليوزر وقف يعمل برشيزنج ايفنتس. وهنا اللاين وقف عند يو 88. كده خلصنا جزء الاكوزيشن اوفر فيو، وهندخل دلوقتي على اليوزر اكوزيشن ريبورت. والهدف من الريبورت ده انك تعرف ازاي اليوزرز دخلوا عندك على الويب سايت او الاب لاول مره، يعني بالبلدي كده عرفوك منين. وهنا الجدول عارض الداتا بشكل تفصيلي، والديفولت دايمنشن اللي هنا هو الفيرست يوزر ديفولت تشانل جروب. وهنلاقي هنا من ضمن التشانلز تشانل اسمها كروس نتورك، ودي المقصود بيها التشانل اللي داخل من خلالها اليوزر عندي على الويب سايت او الاب من خلال الادز بتاعتي اللي بتتعرض على نتوركس مختلفه زي يوتيوب او ديسبلاي مثلا. وده الاوبشن اللي بحدده وانا بكريت الاد بتاعي، وبيتبعت بشكل اوتوماتيك في بارامتر الكروس نتورك في اليو ار ال اللي بيودي على الويب سايت او الاب. وممكن نغير الدايمنشن من هنا للفيرست يوزر سورس او ميديا. وعشان نضيف سكندري دايمنشن هنضغط على علامه البلس دي، وهنختار من البيجز اند سكرينز البيج باث اند سكرين كلاس. وهنا هنلاحظ ان معظم من النيو يوزرز اللي بيدخلوا لي من سورس وميديم جوجل سي بي سي بيدخلوا من خلال البيج دي. وفي ميزه حلوه هنا، وهي ان انا ممكن نغير حساب مترك الايفنت كاونت والكونفرجنس من اول ايفنتس لاي ايفنت نختاره. فهنا مثلا هنختار ايفنت الديسكاونت فاليو، وهنا هنلاحظ ان في 550 ديسكاونت فاليو ايفنت حصلوا على سورس وميديم الدايركت نون. وبكده نكون خلصنا اليوزر اكوزيشن ريبورت، وهندخل دلوقتي على الترافيك اكوزيشن. والفرق بينه وبين اليوزر اكوزيشن انه بيركز على المصدر اللي جاي لي منه نيو سيشنز مش نيو يوزرز. يعني ممكن النيو سيشنز دي يكون عاملها نيو يوزر او ريتيرنينج يوزرز، وبالتالي هنلاقي المترك متغيره هنا في الجدول من نيو يوزرز ليوزرز. ومترك السيشنز اتضافت للانجيجد سيشنز. وهنا في مترك جديده عندنا وهي الايفنتس بير سيشن، واللي بتحسب لي متوسط عدد الايفنتس اللي بتحصل في السيشن الواحده على كل تشانل جروب. وهنا انا محتاجه اضيف كاستم دايمنشن الورك شوب فاليو، فهنضغط على البنسل ده الخاص بالكاستمايزيشن، هنضغط على دايمنشنز وبعدين نختار من اد دايمنشن الورك شوب فاليو، نضغط ابلاي. وتعالوا كده نجرب نعمل كومباريزون توضح لي مثلا اعداد اليوزرز اللي اللانجوج بتاعتهم انجلش مقارنه بباقي اليوزرز. ده لان التارجت اودينس بتوعي في الاغلب الاكونتس بتاعتهم انجلش، لان المحتوى اللي بقدمه كله انجلش. لو لقيت غير كده يبقى فيه مشكله. فهنضغط على اد كومباريزون، بنسلكت الدايمنشن، بنحدد الدايمنشن من هنا وهو اللانجوج، والفاليو بتاعته هي الانجلش، وبعدين نضغط اوكي وابلاي. هنلاقي الكومباريزون ظهرت هنا. ومن الجدول هنا هنلاقي فعلا ان اكتر من 72% من اليوزرز اللي بيدخلوا عندي على الويب سايت اللغه بتاعتهم انجلش. بس كده احنا خلصنا اول نوع ريبورت في اللايف سايكل كولكشن وهو الاكوزيشن. وهنبدا في الستيج الثانيه من اليوزر اكوزيشن وهي الانجيجمنت ريبورتس، وده اللي هنشوفه في الفيديو الجاي. ما تنساش تقول لنا درجه استفادتك قد ايه.